صبح يا عم الحاج ومسا مسا على كل الناس الكويسة. النهاردة هنتكلم عن المشكلة في المجتمع المصري وزادت جدا في الفترة الأخيرة، وهي مشكلة التحرش يا جماعة. التحرش يا جماعة ملوش علاقة ان الشخص المتحرش ده ان هو مش متجوز او ان هو عطشان جنسيا او ان هو شهواني بزيادة. التحرش يا جماعة في كل المستويات. عايز اقول لكم يا جماعة ان في اطفال وعيال وولاد، وعايز اقول لك ان في رجاله متجوزين اتنين وتلاته واربعه وبيتحرشوا عادي جدا. عايز اقول لك بيتم التحرش بالمنقبه، بالمحجبه، بالعريانه، باللي لابسه ضيق، باللي لابسه محزق، باللي لابسه ملزق، باللي لابسه نص عريان، باللي لابسه عريانه. بيتم التحرش بكله. عايز اقول لك بيتم التحرش بالاطفال الصغيره، البنات الصغيره، والستات الكبيره العواجيز فوق ال90 سنه عادي جدا. عايز اقول لك ان الموضوع بقى غريب مريب عجيب. في ناس بتقول ان الموضوع ده عشان انتشار ادمان الافلام الاباحيه او ادمان السيكو سيكو. مصر من اكتر الدول اللي في العالم ادمانا على المواقع الاباحيه، وده مش كلامي، ده كلام المواقع الاباحيه ذات نفسها وكلام مراكز الاحصاء في العالم كله، المراكز اللي عامله دراسات واحصائيات واثبتت ان مصر من اكبر 5 دول في زيارة المواقع الاباحية. الموضوع غريب، الموضوع مريب، الموضوع عجيب، الموضوع لازم له وقف. للأسف الشديد ان الشيوخ بيفكروا في حتت تانية خالص. الشيوخ بتفكر ان لبس الستات او لبس البنات او لبس النسوان او لبس الحريم هو السبب الاساسي والوحيد والصريح لمشكلة التحرش. وفي ناس تانية بتقول ان التحرش بسبب ادمان العادة السرية وادمان الافلام الاباحية، وفي ناس تانية بتقول بسبب المسلسلات والافلام والاغاني والبرامج والاعلانات والروايات والقصص. لكن هل دي كلها اسباب علمية؟ هل في حلول عملية؟ للاسف الشديد ان كله مجرد كلام. واللي بيحصل ان الوضع بيزيد يا جماعة، ان الوضع بيزيد والدنيا بتتحول الى كارثة. تخيل ان عيال صغيرة بيتحرشوا بالمدرسة بتاعتهم في المدرسة وهم لسه اصلا من اساسه ما بلغوش. العيال جالهم بلوغ مبكر. تخيل تبقى ماشي في الشارع تلاقي عيال صغيرة بيتحرشوا بست كبيرة عندها 70 سنة. تركب المترو الناس بتتحرش بستات كبيرة، بالمنقبات، بالمحجبات، ملهمش اي علاقة بأي شيء. فالمتحرش ده مريض، المتحرش ده مريض، وده مش كلامي، ده كلام علم النفس، ده كلام الطب النفسي ان المتحرش ده مريض. فهل الشعب المصري اصبح كله مدمنين ومرضى؟ وبمناسبة الادمان هنتكلم بعدين عن الادمان اللي انتشر في مصر بطريقة غبية جدا 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 جدا. والناس دلوقتي اغلبيتهم ان ما كانش كلهم يعني الا من رحم ربي مدمنين. اللي مدمن على الافلام الاباحية والعادة السرية، اللي مدمن على الخمور والبيرة والشعير، اللي مدمن على الحشيش والبانجو، اللي مدمن على الكيتامين والترمادول، اللي مدمن على الكيتامين والترمادول والابيتريل والسومدريل، اللي مدمن على الشابو والشدو واللي مش عارف ايه والايس والبودرة. فكل واحد عنده ادمان معين. للاسف الشديد في حاجة غلط بتحصل. فهل المشكلة فين بقى؟ المشكلة فين عشان نحاول نحلها؟